السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. لو عايزة تعملي كحك دايب آه وتنجحي فيه من اول مرة، يبقى الفيديو ده ليكي. بس قبل ما نبتدي الفيديو كده ونقول بسم الله، بالله عليكم ما تنسوني في الاشتراك للقناة واللايك للفيديو عشان يوصلكم مني كل جديد. بصوا الكحكايه عامله ازاي يا جماعه. الكحكايه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت دايبه خالص، دايبه دوب، وطعمها وريحتها قلبه ريحه البيت والشارع كله. مش قادرة اقول لكم بقى على الطريقة دي، سهلة وجميلة جدا خالص. يعني لو انتي لسه اول مرة في حياتك تعملي كحك، اعتمدي الطريقة دي ومش هتندمي خالص، والله العظيم بجد الطريقة جميلة وسهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وان شاء الله هتعجبك. وكل سنة وانتم طيبين. زي ما يعني قبل ما ابتدي الفيديو افكركم تاني واقول لكم بالله عليكم ما تنسوا الاشتراك للقناة واللايك للفيديو. بصوا كحكاية، بصوا انا بخبطها ازاي في الصاج بتاع الفرن. يعني بصوا دايبة وماسكة نفسها، يعني في نفس الوقت يعني مش هتبوظ منك او هيريح على بعضه مثلا وكله يسيح على بعضه، لا خالص، ده الكحكية ماسكة وزي الفل. يعني انا خبطتها كام خبطة كده على البتاع وماسكة نفسها. صلوا على النبي كده بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو. معلش انا طولت عليكم شوية، بس يلا نبدأ الفيديو. اول حاجه هنا معايا، انا معايا دي زبده بلدي اللي هي البيضه، اللي هي بتاعت الجاموسه دي. انا بقى ايه بسيحها على النار. ومعايا هنا كمان سمنه كريستال البيضه. انا هعمل خليط ما بين السمنه البلدي وسمنه كريستال البيضه. بصوا يا جماعه والله العظيم السمنه ديت بجد حلوه جدا مرمله، شايفين الترميله بتاعتها؟ بجد عامله زي البلدي بالظبط. ريحتها ريحه البلدي فعلا، وطعمها مع السمنه البلدي تحسي ان انت عامله الكحك بسمنه بلدي خالص. انا طبعا عامله كميه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. انا هقول لكم على طريقه الكيلو او مقادير الكيلو، انتوا بقى حابين تضاعفوا المقادير براحتكم خالص. تمام كده. معانا هنا مبدئيا كده 550 جرام من السمنه. هتعملوها خليط ما بين السمنه البلدي واي نوع سمنه انتوا بقى بتحبوه. تمام. هتحطوا بس هتخلوا السمنة البلدي اكتر. يعني مثلا هنحط 350 جرام سمنة بلدي، وهنحط 200 جرام آه اي نوع سمنة تانية. حلو كده، يبقى المجموع كله 550 جرام من السمنة. معايا هنا كوباية مية دافية، وكمان معايا هنا خميرة فورية. هحط هنا معلقتين خميرة فورية على كوباية المية الدافية. المعلقتين دول انا حطاهم على 5 كيلو دقيق. 3 معالق دول دول 3 معالق انا حطاهم على 5 كيلو دقيق. انتوا بقى لو هتحطوا ايه على الكيلو، معلقة واحدة كفاية، معلقة ممسوحة كمان. تمام كده. ومعانا هنا كمان السكر. احط هنا السكر، معلقتين من السكر، وهدوبهم بقى كويس جدا. واحط بقى الكوبايه دي احطها يعني تحتها طبق او علبه كده، عشان الخميره دي هتفور وبدل ما تنزل على الرخامه او تدلق، تنزل في العلبه او الطبق اللي احنا هنحط الكوبايه دي فيها عشان نستفاد بيه ما نرميهوش. تمام كده. هركنها بقى على جنب كده وابتدي احضر بقيه المكونات بتاعتي. معانا هنا دقيق الضحى، او يعني او اي دقيق يكون متعدد الاستخدامات. انا فضيت هنا الكميه بتاعتي كلها. وبعد كده بقى احط كل المكونات الجافه. كيلو الدقيق ليه معلقتين من السمسم المحمص. انا هعمل هنا الكحك على البارد، انا مش هحط السمنه مقدوحه. انا يا دوبك بس بسيحها بس يعني بفككها بس كده من بعضها، مش هحطها مقدوحه. وكمان في تركايه حلوه قوي. لان انا هسقي يعني او هحط الكحك ميه، فانا مش هحط له لبن، فانا هحط له لبن بودره. للكيلو هنحط معلقتين لبن بودره. يبقى احنا كيلو دقيق، معلقتين سمسم، معلقتين لبن بودره، نص معلقه ملح، وكمان هحط معلقه صغيره من بيكنج باودر. ده للكيلو. تمام كده. انا عشان حاطه كميه، عامله كميه، حاطه كيسين بيكنج باودر كاملين. احنا الكيلو هنحط له معلقه واحده صغيره بيكنج باودر. ودي دي معلقه الملح. انا عاملاها كبيره شويه، هنقصها شويه عشان لقيتها كتيره، هحطها ممسوحه شويه للكميه دي كلها. يعني انت لو تعملي كيلو يا دوبك على طرف المعلقه كده، ايه، اقل من من ربع المعلقه يعني. هبتدي بقى اقلب كده كل المكونات الجافه مع بعضها كده،
وبعد كده اعمل حفرة في النص كده واجهز بقى السمنة بتاعتي. اجيب بقى السمنة كده وهنزل بيها كلها. انا طبعا عارفة كمية السمنة بتاعتي قد ايه، عشان كده انا بعملها بقلب جامد ومظبوطة 100%. بصوا انا يا دوب مش قدحاها، انا يا دوبك بس مسيحاها. بس انا عشان انا عامله الزبده، انا عاملاها مسيحه زبده بس ما خليتهاش سمنه، فانا ظابطه المقادير بتاعتي. فانتي لو اول مره هتعملي الكحك ما تحطهاش زبده، اعملي سيحيها الاول وخديها اعملي سمنه ووزني مقاديرك مظبوطه. ما تاخديش بالبركه كده. لو اول مره تعملي الكحك ما تاخديش بالبركه، لازم كل حاجه تبقى بالميزان، كل حاجه مظبوطه عشان يطلع معاكي ناجح وحلو يعني. هبتدي كده اقلبه تقلبتين كده بالمعلقه عشان السمنه يعني سخنه شويه كده بسيط. وبعد كده هبتدي بقى ان انا ابس بايدي. لازم تبسي كويس جدا، مش اقل من 10 دقايق بس ما بين ايديكي كده، وتقعدي تبسي في الكحك. الكحك يعني نجاحه بيتوقف على البس بتاعك. هتبسي بقى بايدك كده، هو زي ما انت شايفه كده، ما بين كفوف ايديكي كده، وتفضلي تبسي في الكحك كده. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين لونه عامل ازاي. كان نفسي كمان تشموا ريحته، بجد تحفة جدا. بصوا يا جماعة انا بكلمكم والله يعني انا بطريقة مبسطة جدا جدا، مش عايزة اصعب لكم الدنيا، بس انا يعني ايه بكلمكم يعني بطبيعتي يعني. هنا بقى السكر البودرة عشان انا كنت ناسياه. في للكيلو الدقيق معلقتين سكر بودرة. كيلو الدقيق ليه معلقتين سكر بودرة، ولازم انخلهم كويس جدا علشان فيه ساعات بيبقى مكلكع كده ومكتل، وساعات بيبقى فيه كده ايه حبيبات سكر كده مش مطحونة كويس. تمام كده. ابتدي بقى ان انا ابس بقى، افضل ابس العجينة وانعم فيها بايديا. على فكرة انت هتبقي مستمتعة جدا وانت شغالة كده فيه وفرحانة، ولادك قاعدين حواليكي. هنا بقى 2 من ريحة الموز. على فكرة مش لازم خالص، لو انت شغالة بسمنة بلدي مش لازم ريحة موز خالص، بس انا يعني بحب احطها. حطيت 2 بس. انت لو مش هتشتغلي بسمنة بلدي اشتغلي بسمنة عادية، وحطي ايه على الكيلو، حطي 2 ريحة موز على الكيلو. هكمل بقى بس كده. والعجينة بصوا بقى شكلها عامل ازاي. تشوفي العجينة تحس ان هي كده مش محتاجة سوائل، ده بالعكس، ده لازم يتحط لها سوائل عشان تتلم وتتظبط معايا. هجيب هنا الاول بصوا كوبايه الخميره زي ما قلت لكم صفرت في العلبه ازاي. هبتدي بقى ان انا افضي كده الخميره بتاعتي، وبعد كده انا مجهزه جنبي ميه دافيه كمان. طيب كل كيلو دي محتاج كم قد ايه ميه او ماده سايله او لبن زي ما انتوا حابين، يعني حابين تحطوا لبن مفيش مشكله. كوبايه الا ربع. كيلو دقيق محتاج كوبايه الا ربع من الميه او كوبايه الا ربع من اللبن زي ما تحبوا بقى. بس انا بحب احطه يعني بحب اعمله بميه واحط له لبن بودره يدي طعم كده، وكمان بيدي لون كده للكحك لما بيستوي. اللبن البودره بيدي لون حلو قوي للكحك. بس انا كده بسيت كويس. هبتدي بقى اكمل بقى بقيه الميه بتاعتي. انا بقى احط بقى الميه للكميه اللي انا عاملاها. لكل كيلو كوبايه ميه. وافضل بقى ايه ابس كده. مش عايزين عجن بقى يا جماعه، احنا بس يا دوبك بنتوه الميه كده ونلم العجينه بتاعتنا، مش عايزين عجن خالص. لو عجننا كتير هتقلب لعجينه قرص او قراقيش. فهي يا دوبك كده بالراحه كده، نلم بالراحه كده واحده واحده. تمام كده. خلاص كده احنا بسينا الكحك كويس. انا بقى ايه بظبط الميه بتاعته. لازم ياخد يعني حقه في الماده السائله. لو ما اتظبطش الماده السائله بتاعته يا هيشقق معاكي يا هيبقى يفرش في الصاج كده وهو بيستوي، وهتلاقيه مش مظبوط معاكي خالص. فخليكي معايا كده ايه، واحنا يعني بتختبري العجينه كده ان انت بتكوريها كده وبتتكي عليها. لو شققت بتبقى لسه محتاجه شويه ميه. لو لقيتيها ما شققتش خالص يبقى كده العجينه ظبطت معاكي وبقت زي الفل. العجينة احنا مش هنسيبها تخمر خالص، احنا هنسيبها ترتاح 10 دقايق على ما نقطع الملبن بس. هغطيها واركنها 10 دقايق بس لغاية لما اكور الملبن عشان يسهل عليا التقطيع. معانا هنا الملبن
الكيلو الدقيق تقريبا كده بياخد له نص كيلو ملبن. هاخد كده معلقة سمنة بلدي، بس ديت اللي هي الصفرة، سمنة بلدي اللي هي البقري مش البيضة. ريحتها جميلة، مخلية ريحة الملبن ريحته جميلة جدا. وكمان الملبن ما ينشفش معايا في قلب الكحكاية، زي ما شفتوا في اول الفيديو كده وانا بقطع الكحكايه كانت الملبن سايح كده وجميل. حتى لما يعني الكحك انا لما قطعتها كده كان الكحك بارد خالص، بيفضل الملبن ده طري لغايه اخر كحكايه. هفضل اكور بقى كده واجهز معايا هنا، اكوره كده واجهزه عشان طبعا لما اجي اقطع يبقى الدنيا سهله معايا. الكحك يا جماعه ما بيخمرش، مش عايزين نخمره خالص. وكمان لما نيجي نعمل الكحك او نعمله بالبصامه او بالمنقاش، احنا نعمل ونودي على الفرن على طول، مش عايزين نركن ونخمر والكلام ده. انا قطعت كده شويه من الملبن، ابتدي بقى ان انا اشوف العجينه بتاعتي كده اخليها متغطيه، يعني اكشف حته صغيره كده وابتدي بقى ان انا اقطع. شوفي بقى الحجم اللي يعجبك بقى، الحجم اللي يريحك، حبه كحكايه صغننه حبه كحكايه كبيره اللي يريحك. امسكي قطعه قطعه كده من العجين، اقعدي ادعكيها في ايدك اكنك بتبسيها تاني، قطعه قطعه بسيها كويس جدا. وبعد كده حطي في قلبها الملبن زي ما شفتي كده. وبعد كده بقى ايه، حابه تعملي بالمنقاش الرسمه اللي تعجبك، حابه البصامه زي ما انتي عايزه. انا عملت شويه كده وشويه كده، عملت شويه بالبصامه وعملت شويه بالمنقاش، مع اني مش بعرف انقش قوي، بس بحس ان هي المنقاش دي ريحتها يعني بحس ان هي شكلها بيبقى احلى يعني. انا ماليش في النقش خالص يا جماعه، بس انا بحبه، بحب الكحكايه المنقوشه احسن من الكحكايه اللي معموله بالبصامه. هعمل لكم واحده تانية بقى بالبصامه، وقولوا لي بقى في الكومنتات انهي احلى، اللي بالبصامه ولا اللي بالمنقاش. قولوا لي في الكومنتات. انا بقى هي بعملها بالبصمه والله شكلها جميل برضو، بيبقى شبه الجاهز كده. ما تنسونيش بقى بالله عليكم في اللايك والاشتراك للقناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين بقى الكحك بقى شكله عامل ازاي؟ انا هنا رصيته اهو في الصاج، وابتدي بقى ان انا اسويه على درجه حراره 180. هيطلع معاكي زي الفل كده، وبصوا احمر من تحت ومن فوق. شايفين التسويه عامله ازاي؟ جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده الأيام تنعاد عليكم بالخير والبركة، ويكون عيد سعيد عليكم كده. وتجربوا الطريقة دي وتدعوا لي كده دعوة حلوة كده، وإن شاء الله إن شاء الله الطريقة هتعجبكم جدا. وشايفين الكحكية عاملة ازاي؟ بصوا بصوا دايبة دوب وفي نفس الوقت ماسكة نفسها اهي. شايفين الكحكية عاملة ازاي؟ وشايفين الملبن عامل ازاي من جوه؟ الملبن طري جدا جدا مش ناشف خالص، علشان حطينا معلقة السمنة البلدي في الملبن. هو ده اللي مخلي الملبن هيفضل طري كده لغاية اخر كحكاية. شايفين اللون عامل ازاي يا جماعة؟ اهي بصوا انا بخبط الكحكاية ازاي، شايفين ماسكة نفسها ازاي وفي نفس الوقت دايبة. دي كده علامة توريك ان الكحكاية سليمة، يعني طريقة ناجحة 100%، واعتمديها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.